ما ضاع حلم إن سكن قلبين. هكذا تروى قصة أب يرى اليوم في خطوات ابنه امتدادا لحلم أجهضته حادثة سير مؤلمة. حلم يونس موهوب بأن يدون اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة المغربية توقف قبل عقدين من الزمن، لكنه لم يتبخر رغم مشيئة الأقدار، بل تغير شكله فقط ليولد من جديد في جسد آخر، ومن غيره الابن البكر ليرثه بالفطرة. أحمد حمل مشعل أبيه ومعه إرثا من العزيمة ليخط أول سطر في أمجاد عائلة موهوب بمسقط رأسه في المحمدية وبقلب ملعب البشير، هنا حيث دعب أبوه الكرة بقدميه قبل فقدان إحداهما. كنت لاعب سابق في شباب محمدية، لاعب طموح، كنت كنتمنى انني نعطي الشيء الكثير للفريق ديالي والمدينه ديالي، وعلاش لا حتى انا نحمل قميص المنتخب الوطني ونرفع الرايه في التظاهرات الكبرى. لكن شاءت الاقدار، قدر الله وما شاء فعل. تعرضت للحادثه اللي كانت حادثه سير غادره واللي على اثرها فقدت الرجل ديالي اليمنى. بطبيعة الحال ماشي من السهل لاعب او شاب في السن ديال 18 سنه يتعرض لهذا النوع من الحادثه ويفقد عضو اساسي من الجسد ديالو اللي كان كيبني عليه الامل ديالو. عشت واحد المرحله ديال الازمه، ديال العزله، ديال الاحباط، ولكن سرعان الحمد لله انني تداركت الامر وحمدت الله سبحانه وتعالى وشكرته وعرفت بانه لا رد لقدر الله. ومن بعد ذاك الالم رجع الامل، وحاولت انني نستمر في الحياه بشكل ايجابي وتكون عندي واحد الطاقه ايجابيه الحمد لله اللي حاولت انني نفرجها مع الابناء ديالي وما نحسسهمش انني كنعيش بواحد العضو يعني اصطناعي او ساق بديل. فبطبيعه الحال حببتهم في الاعاقه ديالي وهذيك التحديات. كما كنقولوا جميع القصص العظيمه تقوم على سيناريو واحد، وان البطل لا يستسلم. انا علاقتي مع الوالد ديالي علاقه بحال الاب والصاد، بحال الاصدقاء، ماشي غير اب والولد ديالو. كنعاود ليه، كيعاود ليا، كان اي حاجه كنبغي نديرها كنتشاور معاه. حتى الوالده كتعمل في الخفاء، كتعاونني الدعوات ديالها وكل شيء. خوتي الصغار حتى هما اللي كيكونوا مده ما شافوك، فاش كتجي تشوفهم كتحس بهم بحال موحشينك وفرحانين. على أرضية ميدان ملعب البشير قطفت أولى ثمرات النجاح باكرا. لقب قاري مع المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة في مستهل مسيرة كروية تبدو واعدة. تتويج يعبد طريق لشاب بات مصمما على أن يهدي والده ما لم يستطع القدر منحه له. راه ماشي سهله باش تكون بطل افريقيا. خدمنا خدمه اللي كبيره قبل لا كومبيتيسيون، كنا مجموعين خدامين، وكنشكروا كاع اللي ساهموا في التتويج ديالنا، ستاف، لي جوور، كاع اللي شجعونا. حنا كلشي ايكيب وحده، اللي لعب اللي ما لعبش، واي واحد كيدخل كيخرج، كيدخل صاحبو كيكمل الخدمه بحال الدراري. كلشي كنتعاونوا، ماشي مكايناش الانانيه، كنا عايشين بيناتنا عائله، خوت، كلشي، لي جوور، ستاف. وواحد الاحساس اللي واعر بزاف فاش كتكون غادي البوديوم تاخذ الميداليه ديال البروميير بلاص. احساس اللي واعر بزاف، وكتفرحوا مجموعين وكتهزوا الكاس كنهديو العائلات ديالنا والشعب المغربي كامل. بنفس القدم وفي نفس الزاوية سددها طفلا في بهو البيت يوما، وبنفس الطريقة أسكنها الشباك بثوب البطل في الموعد المنشود. ضربة ترجيحية ستظل راسخة في ذاكرة اللاعب الواعد، كانت الأخيرة حسم بها الصراع مع منتخب الكوت ديفوار في نصف نهائي البطولة ليساهم بشكل مباشر في حصد الإنجاز القاري مع المنتخب المغربي. البنالتي فاش كنت غادي نضربو كنت غادي كنفكر، كاين ستريس كبير، المغرب كامل فوق راسك، كانت لا بريسيون عليا ماشي سهله، ولكن مشيت كنفكر بوزيتيف، وحطيت الكره، اختاريت جهه اللي نضرب. أحمد الغرس وسط عائلة رياضية، حب كرة القدم، ربما عن الفطرة كان داكشي غريزي،
ومر من واحد جميع المحطات، لانه ماشي من الساهل كما قال المدرب ديالو وكما قال احمد المجموعه ديال الخرجات، راه ماشي من الساهل انه باش يحصلوا على هذا الانجاز. كانت واحد الخدمه كبيره اللي دارت. فاحمد من المحطه ديال بحكم التنقل ديال العمل ديالي كنا في الجديده، من بعد انتقل لقنيطره مركز شاشيبو، من بعد رجع للفريق الام ديالو اللي هو شباب محمديه، ومن بعد تم لا ديتيكسيون ديالو في المركز الفيدرالي التابع للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، وتم في كان التكوين ديالو لانه فعلا كان مركز عنده امكانيات بمواصفات عالميه، لا من ناحيه التكوين ولا من ناحيه التاطير ولا من ناحيه التطبيب ولا من ناحيه التغذيه ولا من ناحيه التعليم. والحمد لله تم احمد فين خدم على الكفاءات ديالو ونمى المهارات ديالو، وبعد ذلك التحق بفريق الفتح الرباطي اللي امنا بالمشروع والاستراتيجيه اللي كيخدم بها وكيتعامل بها. رحبوا بنا، حطوا لنا المشروع ديالهم، والحمد لله حاولنا ان هذاك المشروع ديالهم يواكب الطموحات ديال احمد. ابن مدينة المحمدية وخريج مركز التكوين الفيدرالي لكرة القدم بالسعيدية يدافع اليوم عن ألوان نادي اتحاد الفتح الرياضي بالعاصمة الرباط. بمهاراته المتعددة يعد أحمد من أبرز المواهب لفئة أقل من 18 سنة بإجماع القائمين على التكوين داخل النادي. فريق الفتح كما عارف كل شيء فريق اللي احترافي وكيخدم بطريقة بروفيسيونيل داخل الملعب وبرا الملعب من ناحية ليديكاسيون بروفيسيونيل، وعندهم مسؤولين اللي خدامين بطريقة تاهي بروفيسيونيل. داكشي اللي كيخلي الفريق يبقى غادي في تقدم. أول ظهور ديالي مع موهوب كان في 25 غشت سنة 2024. المجيء ديالو كان لاعب مغاير، لاعب ذو أخلاق عالية، لاعب منضبط، لاعب اللي كتحس به أنه موهوب، اسم على مسمى. كنظن أن التقنيات ديالو عطات واحد الإضافة للفريق. كنشوف انه لاعب مهاري، اللاعب اللي كيلعب بالقدم اليمنى واليسرى، هذا اللي يمكن لك انه كيسهل عليه يقدر يلعب في اي مكان في وسط ميدان هجومي، حتى مهاجم صريح، لاعب اللي كيسجل اهداف بتقنيه رائعه، لاعب اللي يمكن نقول لك المكان انا الانسب ليه هو وسط ميدان هجومي. Moheb Ahmed est un jeune joueur à profil très intéressant. أحمد موهوب لاعب شاب يثير الاهتمام. كنا نراقبه عن كثب منذ قرابة 3 أعوام حين التحق بمركز التكوين الفيدرالي لكرة القدم بمدينة السعيدية، وقد كان ضمن أول فوج لهذا المشروع الكبير والرائع. لقد تابعنا كذلك أحمد حين كان ينادى عليه للمنتخب المغربي لأقل من 15 عاما و16 عاما، وفي صيف 2024 أتيحت لنا الفرصة لاستقدامه بعد تخرج الفوج الأول من المركز الفيدرالي للسعيدية، باعتباره لاعبا يتمتع بإمكانية هائلة وعلى أعلى مستوى. إنه يمتلك مهارات فنية وتقنية ممتازة تشمل المراوغة، الاختراق العمودي، بالإضافة إلى جودة اللمسة الأخيرة، وذلك بشكل يفوق المعتاد، ناهيك عن عقليته المثالية وسخائه في اللعب وروحه القتالية داخل الملعب. هذه المعطيات مهمة تنضاف لجودة محيطه العائلي الذي يرافقه ويواكبه بشكل يساعده على التطور. نتمنى أن يكون أحمد موهوب رمزا من رموز الجيل القادم في مونديال 2030. هو شاب يمتلك جميع المواصفات الممكنة من أجل إنجاح مسيرته الكروية والتألق مع أكبر الأندية في أوروبا.